من النماذج الملهمة اللي نجحت في علاج التوحد هو الطفل عبد الوهاب، واللي والده كان ليه دور مهم في علاجه، وبيحكي إن ابنه كان بيتكلم بعض الكلمات البسيطة زي بابا وماما، لكن في عمر 2 اختفت الكلمات. زعلان، مبسوط، كيف اختفت؟ وليش اختفت؟ الموضوع بدأ معاه إنه بطل يتكلم، كأنه نسي كل الكلمات اللي اتعلمها، وبطل يرد على حد مع إنه سمعه كان ممتاز، وفي سن ال3 سنين اتشخص بطفل التوحد. وهنا والد عبد الوهاب أخذ خطوة مهمة جدا، إنه ساب شغله وبقى يدرس عن التوحد عشان يساعد ابنه، وفعلا أخذ شهادة دبلوم أخصائي توحد، ودرس جزء بسيط في علم تحليل السلوك، وسخر حياته لعلاج ابنه، وبدأ مع التدريب والتعليم، وخلاه كأنه لعبة بيلعبها مع ابنه. ومع الاستمرار النتائج بدأت تبان، وبدأ يتكلم كلمات بسيطة بعد ما كان ما بيتكلمش نهائي. ولكن بعد ما زارته أخصائية النطق واللغة لتقييم حالة ابنه، قالت له ما ترفعش سقف توقعاتك، وفي ناس كتير أحبطته. لكن بعد الإحباط كان في بصيص أمل، وابنه دخل عليه وقال له جملة حبيبي يا بابا. ومن هنا إيمانه بابنه زاد لحد ما ابنه رجع طفل طبيعي. وأبو عبد الوهاب اتطوع إنه ينقل علمه ومعرفته لأسر التوحد عشان يساعدهم إنهم يعالجوا أطفالهم. رسالتي لكل أب وأم مثلي، ما تيأسوا لو أبنائكم فيهم إشي. إذا أنتوا آمنتوا فيهم كل إشي بعد هيك بصير ممكن. هم بحاجة لإلكم، وأنتوا كمان بحاجة لإلهم.